المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها عمليات جراحية للعيون في دق محرم، ورشة عمل حول السلامة الغذائية في الإقليم الأوسط، بناء وتشييد حاجز مائي في قلبوب، طلائع الجنود الفرنسيين الذين قاتلوا النيجر تصل تشاد، أمريكا تعترض صواريخ ومسيرات حوثية يحتمل أنها متجهة لإسرائيل، ومخاوف أمريكية من وتيرة تعزيز الصين لترسانتها النووية. أهلا بكم مشاهدينا. أجريت عمليات جراحية لأكثر من 400 مواطن في مستشفى دق محرة بتعاون أطباء الإقليم الجنوبي وفريق أطباء البصر، ومن بين 2000 مواطن خضعوا للفحص المسبق خضع 439 منهم لعمليات جراحية ناجحة في العيون، بينما تم إعطاء البقية أدوية ونظارات. وقال المدير الطبي لمستشفى دق محرة الدكتور يوسف تخلي لوكالة إرينا أن البرنامج تم تنفيذه بكفاءة نسبة للقدرات التي تمتلكها المستشفى في المعدات والكادر البشري، مشيدا بالدعم المعنوي الذي قدمته وزيرة الصحة أمينة نور حسين بالحضور إلى المستشفى. وقال مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى السيد ألم زكرياس أن عمليات جراحية مجانية مماثلة قد أجريت في كرن وبارنتو. وشكر مدير مديرية دق محرة السيد يمان أبر المهنيين المساهمين في إنجاح البرنامج. عقد قسم الرقابة الزراعية في الإقليم الأوسط ورشة عمل في الفترة من 9 حتى 13 من أكتوبر الجاري في أسمرة حول سلامة وجودة الأغذية البشرية والحيوانية. وأوضح مسؤول القسم السيد يوهانس جبرولد أن الهدف من الورشة هو رفع مستوى الوعي بين الهيئات والمؤسسات المشاركة في إعداد الأغذية والأعلاف. وقال أن وزارة الزراعة تعمل بشكل جدي مع كافة الشركاء لإنتاج أغذية آمنة وعالية الجودة للإنسان والحيوان، حيث يمكن أن يتعرض المستهلكون لمختلف في الأمراض بسبب الحفظ غير الآمن للأغذية، داعيا الجميع للعمل بمسؤولية في الرقابة وقيام المستهلك بالنظر إلى تاريخ الصلاحية. وذكر السيد أمانيل أبراهام والسيد هيلين سامسون من منتجي الألبان ومشتقاته من جانبهم أن المعلومات المكتسبة من ورشة العمل ستعزز معرفتهم بالرغم من المراقبة التي يقوم بها قسم الرقابة وتوجيهاته. وذكر مسؤول قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط بالإنابة السيد أسرات هيلي بضرورة تكثيف الحملة المتعلقة بسلامة وكفاءة الغذاء. تجري أعمال بناء حاجز مائي للزراعة والثروة الحيوانية في منطقة خزان بضاحية قلبو في مديرية أفعبت بتعاون الشعب ومركز معطر للتدريب العسكري. وتفقد قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي أعمال البناء برفقة مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب، وقائد مركز معطر للتدريب العسكري العقيد إزرا ولد جبرائيل، وقائد القوات البحرية في المنطقة الشمالية المقدم يماني قبر مريم. وذكر اللواء رمضان أولياي المزارعين بالتنمية الخضر والفاكهة إلى جانب زراعة الذرة لزيادة دخلهم وتحسين معيشتهم. وأوضح مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب والمدير التنفيذي لضاحية قلبوب السيدة سميرة إدريس والمزارعون تقديرهم للدعم المقدم من قوات الدفاع ومشروع التهالو. تقع خزان على بعد 10 كيلومترات قرب مرسى قلبوب، وقد تجمع في هذا العام المواطنون من القرى المتناثرة في المنطقة. دعا مدير التعليم في مديرية تسنية الأستاذ سرافائيل كفل قرقيش المجتمع إلى تعزيز دوره في تحسين نتائج الطلاب. وأوضح أن متوسط نسبة النجاح في جميع المراحل التعليمية في العام الدراسي 2022-2023 بلغ في المتوسط 70%، ويجب العمل لتحسين النتائج المتدنية في المرحلة المتوسطة. وقد نجاح 24% فقط من بين 2000 طالب جلسوا لامتحان الشهادة الوطنية للصف الثامن. وفيما يتعلق بنتائج امتحان الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية، قال أن 170 تلميذا جلسوا للامتحان، حقق 46 تلميذا منهم النقاط تؤهلهم للدراسة
في الكليات لدرجة البكالوريوس و37 للدبلوم. وأشار إلى أن نحو 23 ألف طالب وطالبة يتلقون التعليم هذا العام في 31 مدرسة، لافتا إلى أن نسبة المشاركة الإناث بلغت 44%. وأوضح بأن هناك حوالي 5000 طفل في سن الدراسة لم يلتحقوا بالتعليم في المديرية، داعيا لتضافر الجهود لإنجاح المبادرات المتخذة في قرى عد كراي وعد قران وعد حسان. وأوضح مدير مدرسة عدوليس الثانوية الأستاذ هينوك غويتوم ومديرة مدرسة النصر الابتدائية أن عدم تساوي أعمار الطلاب ومستوياتهم وانخفاض مشاركة أولياء الأمور وتركيز اهتمام الطلاب على العمل ونقص الكتب المدرسية وقلة الجهد والاهتمام لدى الطلاب من العوامل الأساسية التي تؤثر على كفاءة التعليم. عقد في مديرية ميمنة اجتماع لإقامة لجنة أصدقاء الشباب بهدف تعزيز دور الشركاء في قضايا الشباب، حيث انتخب الاجتماع لجنة مكونة من 11 عضو. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب يماني مدهني أولياء الأمور للتعرف على هواية أبنائهم وتشجيعهم، وحث اللجنة المقامة على العمل الجاد لتلبية متطلبات الشباب. وأكد المشاركون في الاجتماع على الاستعداد لمساعدة الشباب بشكل منظم. من جهة أخرى نظمت أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق في بلدة ميمنة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بعد أشهر من التوتر الشديد بين فرنسا ونيامي، أعلنت فرنسا أن طلائع جنودها الذين غادروا النيجر وصلت إلى عاصمة تشاد. ويشهد الوجود العسكري الفرنسي تراجعا في منطقة الساحل منذ عام 2020، وتبنت السلطات المنبثقة عن انقلاب النيجر مواقف مناهضة لفرنسا، وكان سببا في سحب باريس لسفيرها من العاصمة النيجيرية. وتمثل الطلائع الأولى بداية لعملية معقدة يتوقع أن تستكمل بحلول نهاية ديسمبر المقبل حسب السلطات الفرنسية. في السياق ذاته قال المجلس العسكري في النيجر أنه أحبط محاولة هروب للرئيس المخلوع محمد بازوم الذي يحتجزه الجيش منذ انقلاب نفذه في 26 من يوليو رغم المطالبات الدولية بإطلاق سراحه. وقالت السلطات الانتقالية أن بازوم وعائلته وبمساعدة متواطئين من قوات الأمن خططوا لقيادة مركبة إلى مشارف العاصمة نيامي، ومن ثم ركوب طائرة هليكوبتر تقلهم للجارة نيجيريا. أسقطت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر 3 صواريخ أرض ومسيرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن، ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل على ما أعلن البنتاغون. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين أن 3 صواريخ كروز للهجوم الأرضي وطائرات مسيرة عدة جرى اعتراضها من قبل المدمرة، مضيفا أن الهجوم تم شنه من اليمن ويحتمل أن يكون موجها إلى أهداف في إسرائيل. وكانت المدمرة USS كارني تقوم بدورية في البحر الأحمر في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بموجب أوامر الرئيس جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. في غضون ذلك قالت الشرطة العراقية أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وذكرت الشرطة أن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط قاعدة عسكرية بالقرب من مجمع به قوات أمريكية. أفاد تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون صدر بأن الصين طورت ترسانتها النووية بوتيرة أسرع مما توقعته الولايات المتحدة، تماشيا مع طموحات عبر عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان لدى الصين أكثر من 500 رأس نووية جاهزة للاستخدام في مايو 2023، وهي بصدد امتلاك أكثر من 1000 رأس على الأرجح بحلول 2030، وفقا للتقديرات الأمريكية المنشورة في هذا التقرير السنوي بشأن القوة العسكرية الصينية صادر عن الكونغرس الأمريكي. وما زالت أعداد الرؤوس الحربية هذه تقريبا كما ورد في تقرير سابق للبنتاغون في 2021، لكن مسؤولا كبيرا في مجال الدفاع شدد على أن الصينيين في طريقهم لتجاوز كل التوقعات. ويشير التقرير أيضا إلى أن بكين تسعى إلى تحسين قدرتها على إطلاق الرؤوس الحربية من الأرض أو طائرة أو قواصة، وأنها ربما أكملت بناء منصات لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات يصل مجموع عددها إلى أكثر من 300 منصة.
بدأت كوريا الجنوبية معرضا دوليا للطيران والدفاع يستمر أسبوعا في مطار عسكري بالقرب من سيول، وتسعى البلاد لاستغلال الحدث الذي يعقد كل عامين باعتباره فرصة لزيادة صادراتها من الطائرات المقاتلة وقاذفات الصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة. وتنعقد فعالية هذا العام والتي تجمع حوالي 550 شركة من 34 دولة ووفودا حكومية من 57 دولة في ظل تصاعد التوترات العالمية بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ناهيك عن حالة الاحتقان السائدة منذ فترة طويلة في شرق آسيا وتحديدا شبه الجزيرة الكورية وتايوان. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. عمليات جراحية للعيون في دق محرة. ورشة عمل حول السلامة الغذائية في الإقليم الأوسط. بناء حاجز مائي في قلبوب. طلائع الجنود الفرنسيين الذين قاتلوا النيجر تصل لتشاد. أمريكا تعترض صواريخ ومسيرات حوثية يحتمل أنها متجهة لإسرائيل. ومخاوف أمريكية من وتيرة تعزيز الصين لترسانتها النووية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم إلى ما كنتم. إلى اللقاء.